كل الحزق الكروي ده عشان غلبنا زيمبابوي 2-1 في الدقيقه 90. يا سلام، يا ايه ده! ولو كنا غلبتنا ولا عملت علينا فعلا ماتش جامد، ويقول لك يا شفتوا بقى التجربه الزيمبابويه، يا اعملوا زيها بقى زي التجربه المغربيه وشكلوا على نفسكم، ولا التجربه الدنماركيه. ايه يا جماعه العبث الفارغ ده يا جماعه ده! وفكر عقيم من حسام حسن وتغييرات غريبه وايه ده، وغلطات من غلطه الشناوي في الهدف، وحسام عبد المجيد وعبث، واللعبه مش مركزه وضياع فرص، ولعبه بتشوط من تحت لفوق في السماء بكذا كور. ايه يا جماعه العبث الكروي ده يا جماعه؟ ده انت منتخب مصر يا جماعه. هو المكتوب دايما على المواطن المصري هو تحريق دمه وبيشجع منتخب بلده؟ والله لازم حرام بجد يعني. ايه العبث الكروي ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي السينما، بنحلل كورة وسينما مع بعض يا جماعة. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ادعمونا بقى بالاشتراك في القناة ودوسوا لايك، ولو عجبكم الفيديو شاركوا في قناة اليوتيوب. واحنا قلنا اليوتيوب قال ان اشتراك في القناة مجانا، والله ما هتخسر أي شيء. ولو حبيت الخير لغيرك ان شاء الله الخير هيجي لك. واصحابنا اللي في التيك توك اللي بيتفرجوا علينا يشتركوا في قناه اليوتيوب بقى. مش هتبقوا انتوا منتخب مصر يا جماعه علينا يا جماعه؟ حاله الدم اللي احنا طايلنا طول الوقت دي، الماتش الساعه 10 بالليل والدنيا متاخره وسقعانين وبنتفرج عليكم وعندنا برد ورعد. يا جماعه ايه ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ وحسام حسن راح يغير لي مفاجاه سربرايز بيعمل. يعني حسام حسن ده المفروض مارس كره قدم وكان اسطوره المفروض. يعني احنا شايف ان احنا تحليلنا والاتيتيود بتاعنا اي حد على الميديا افضل منه. انت ماسك كرة قدم يا باشا، انت ازاي بتسحب امام عاشور اللي كان اي حد يتمنى انه يرجع بقوه؟ في الدقيقه 30 بتسحبه ليه؟ انا مش عارف بتسحبه ليه. ويعني وغلطه الشناوي في الهدف اللي بيقبل 75 مليون فئه اولى في النادي الاهلي مع حسام عبد المجيد اللي نايم ومسطول. وايه العك ده يا جماعه ده؟ وانا عايز افهم كابتن حسام حسن لعب ليه باتنين هاف ديفندر وسط ملعب؟ لعب ليه باتنين سته؟ هو واحد ديفندر حلو قوي، هو واحد ستة، وتلعب باتنين تمانية. وانت يا كابتن كنت بتقابل السنغال ولا بتقابل الكاميرون ولا كوت ديفوار عشان تلعب باتنين وسط ملعب مدافعين؟ وهو هاف ديفندر واحد مروان عطيه، وينزل زيزو 8 وجنبه امام عاشور 8، يلعب 2 8، ومنها زيزو يدعم صلاح تحت منه يمين، والناحيه الثانيه امام عاشور اختراقاته في العمق ويدعم مرموش ناحيه الشمال، والمهاجم بتاعك مصطفى محمد. ده الطبيعي يعني. لكن ايه اللي انت ايه العك اللي انت بتعمله ده؟ ايه الفكر العقيم ده؟ واضح ان يا جماعه ان الناس اللي في السودان بتتكلم وما ينزلوا على ارض الواقع. عم حسام حسن نزل على ارض الواقع بيعوك كالعاده زي غيره بالظبط. يا جماعه زيمبابوي دي 127 على العالم، افضل نجم فيهم لعب في الدوري الانجليزي مع فريق ويلفرهامبتون، لعب مباراه واحده وقعد طول السيزون دكه. يعني ده زيمبابوي. والله اقسم بالله لو النادي الاهلي يغلب زيمبابوي دي 3 ولا 4-0 بفكر جيس سلوب اللي هو اللي عنده فليكسيبل في المرونه التكتيكيه بتاعه جيس سلوب، والاهلي يغلبوا 4-0. ايه يا جماعه العك ده يا جماعه؟ اتقوا الله. دايما المواطن المصري محروق دمه وبيشجع منتخب